بما اني حواجبي خفيفة ولونها فاتح قوي، فحبيت ان انا اعمل ايه. شفت فيديوهات كتير قوي لناس بتستخدم الصبغة بتاعت بايجن علشان خاطر يعملوا صبغة للحواجب كأنها بديل للمايكرو بليدنج. انا استخدمت الصبغة رقم 56 اللي هي بني متوسط، وبايجن هي خالية من الامونيا، والمفروض ان هي بخلاصات عشبية، رغم ان هو مكتوب عليها ان برضو ما تتعملش على الحواجب ولا للرموش، واعملي اختبار حساسية وانتي بتستخدميها لان ممكن يكون عندك حساسية. طبعا البنات اللي عملوا الفيديوهات بالصبغة كانوا بيحطوا حبة صغيرين جدا ونقطتين 3 مية، فحسيت كأني يعني بعمل تقطير للمية في المعمل. وبعد كده قلبتهم وكان مدي لون مدي على اخضر، انا مش عارفة كده صح ولا غلط. لو في حد يعني استخدمها قبل كده وشاطر في الموضوع ده يقولي.